واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قصة حلوة هاي، ايش قد حلوة. قال له يا ابن رسول الله، تعبنا، جزعنا، ملينا، هلكنا، تورطنا حبيناك، وش هالورطة هاي؟ الإمام قال له ايش بيك؟ هون عليك، هون عليك، على كيفك، ايش بيك؟ شلون تريد تنفجر؟ ايش بيك؟ قال له يا ابن رسول شلون ما انفجر؟ قال له ها؟ قال له عندي دكان، أجيب البضاعة وتخرب وأذبها، ما حد يشتري مني، رافضي كافر مشرك، وبضاعتي نجسة. أولادي 3 الطاغوت سجنهم لأن يدري بيهم يحبوك. عندي مرة وبنات بالبيت، وأولادي مسجونين، وبضاعتي ما حد يشتريها، وكاتلني الجوع. هذا كله بسببكم. ما حد يشتري مني، يسموني رافضي كافر. أولادي مسجونين شي يحبوك. أنا ومرتي وبناتي قاتلنا الجوع، شنو نسوي؟ هم ندري. الإمام عليه السلام قال له أسولفك سالفة. قال له تفضل يا ابن رسول الله. قال له شوف فلان، أنتم بعالم قبل هذا العالم، أنتم غيركم، عرضت عليكم ولايتنا، وقالوا لكم بذاك العالم هاي الولاية إذا تقبلوها داركم مو الدنيا، داركم الآخرة. والما يقبل هاي الولاية وهذا الدين، داره شو تكون؟ الدنيا، وبالآخرة ما عنده شيء. أهل الدنيا اختاروا دارهم، وهم الآن يعيشون في دارهم، يأكلون ويشربون ومرتاحين. أنتوا اختاريتوا الآخرة، فأنتوا الآن ما عايشين بداركم، بعدكم ما واصلين بداركم اللي تنعمون بها. أنتوا عايشين بدار أهل الدنيا الآن، اللي هم اختاروها وأنتوا ما اختاريتوها من البداية. الإمام قال له أنتوا عايشين ضيوف بهاي الدنيا، أهل الدنيا اللي هو هذا البيت بيتهم، هم اختاروه وأنتم ما اختاريتوه، ومع ذلك أنتم تشربون مما يشربون، ويأكلون مما يأكلون، وتسكنون مما يسكنون. هسه هو يسكن بيت أكبر من بيتك، أنت بيتك صغير وهو قصر، بالنتيجة هو عايش ببيته، أنت ضيف عنده. هو لعله يأكل شوية أكثر دسومة منك، بس أنت هم عايش. هو يشرب أكثر من ماء أصفى من مايك، بس أنت هم تشرب ماي. تأكلون مما يأكلون ويشربون مما يشربون، وهم ساكتين عنكم، ما قايل لكم يا بت شلون تاكلون، شلون هذا بيتنا، لا هم ساكتين عنكم. الإمام يقول له الإمام قال له أما أنتم إذا انتقلتم إلى داركم، وأهل الدنيا هم ينتقلون لذيك الدار اللي هي مو دارهم، يطلبون منكم قطرة من الماء فلا تعطوهم، يطلبون منكم لقمة طعام ما توكلوهم. فأنت على شنو جاي ضايج ومتأذي وأنت مو ببيتك عايش؟ ونادى الإمام ذكر بهاي الآية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، تفاحة برتقال ايش بيك؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الإمام قال له أنتم ببيتكم تفاحة ما تطول لأهل الدنيا، وأنتم ببيتهم الآن تاكلون وتشربون وتسكنون، وهم ساكتين عنكم، وبعدكم أنتم ما راضين. هذا سمع حكي الإمام عليه السلام، جر له حسرة شوية، فرغ صدره مسكين. قال له فرجت عني فرج الله عنك يا ابن رسول الله، جزاك الله خير. أنا هسه ارتاحيت، قويت، أنا جيتك مضعضع ترى، تعبان، بس هسه لا، قويت، عقيدتي قوت، وكون أصبر وأتحمل. الإمام قال له إيه، كون تصبر وتحمل، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له خلص أنا ماشي يا ابن. قال الإمام لا، أنت ما تمشي هالشكل، هسه قوينا قلبك بعد تكون نقوي جسمك. قال له شلون يا ابن الرسول؟ قال يا غلام كم بقي عندنا من المال؟ قال له 3000 دينار. إخواني 3000 دينار ترى ابن شهراشوب يقول هذا عطاء الملوك ما يقدرون ينطون، ملوك ابن شهراشوب. قال له 3000 دينار، قال له انطيه ياكل. ومن اللي يستاهل؟ المؤمن يستاهل. من يستاهل هاي الفلوس؟ من يستاهل؟ المؤمن. قال له 3000 دينار روح عيش بيها انت وزوجتك واطفالك وارتاحوا، وانا راح ادعو لاولادك يطلعون من السجن ان شاء الله. فطلع بخير الدنيا والاخره ببركة جعفر الصادق عليه السلام، والله يرزقنا زيارته وشفاعته والدوام بخدمته، سلام الله عليه.
خير أهل البيت، نور أهل البيت، بركة أهل البيت، جمال أهل البيت، وفاء أهل البيت، عطر أهل البيت، نور أهل البيت.